في ضحكة لما تسمعها تحس بالأمان، وفي ضحكة تانية أول ما تسمعها قلبك يبرد فجأة وما تعرفش ليه. ضحكة مهرج كانت بتخلي الأطفال يضحكوا، بس بعد فترة بقت بتخلي الكبار نفسهم يخافوا يناموا. قصة النهاردة عن مهرج كان بيضحك دايما حتى بعد ما الناس ماتت. قبل ما نبدأ، لو بتحب القصص الغامضة اللي وراها أسرار حقيقية، اشترك في القناة وخليك مستعد، لأن اللي جاي مش للقلوب الضعيفة. في مدينة صغيرة في ولاية إلينوي الأمريكية كان فيه راجل الناس كلها بتحبه، اسمه جون جاسي. راجل بسيط ناجح في شغله، محبوب من جيرانه وبيحب يساعد الكل. لكن اللي كان مميز فيها أكتر من أي حاجة هو المهرج اللي جواه. أيوة، جون كان بيقضي أوقات فراغه لابس لبس مهرج، يعمل حفلات خيرية للأطفال، يضحكهم، يرسم وشوشهم ويوزع بالونات، والكل كان بيحب يشوفه في أي مناسبة. كانوا بيسموه بوجو ذا كلاون، المهرج البشوش اللي عمره ما بيكشر. بس ورا الضحك ده كان في وش تاني محدش شافه. السكان بدأوا يلاحظوا حاجات غريبة بتحصل في المنطقة. شباب صغير بيختفي من غير أي أثر، مرة عامل بناء، مرة ولد بيشتغل في محل، ومرة شاب كان رايح مقابلة شغل ومرجعش. والشرطة كانت بتدور بس من غير فايدة، كأن الأرض بتبلعهم. في يوم واحد من الشباب دول قال لأصحابه قبل ما يختفي: رايح بيت واحد محترم اسمه جاسي، قال لي عنده شغل بسيط. ومن بعدها محدش شافه تاني، لكن مفيش دليل. وجاسي كان دايما بيظهر في الحفلات والمناسبات العامة. ازاي يكون هو ده راجل محترم والمهرج اللي بيسعد الأطفال؟ بس كل ما الوقت يعدي عدد المفقودين بيزيد، وفي كل مرة كان في حاجة مشتركة بسيطة. آخر مكان اتشافوا فيه قريب من بيت جاسي. الشرطة قررت تراقبه في صمت. جاسي كان بيظهر طبيعي جدا، بيروح شغله، بيضحك وبيكلم الناس كأنه مش حاسس بأي حاجة. لكنهم لاحظوا حاجة غريبة. كل مرة حد من الجيران يقرب من بيته يشم ريحة غريبة جدا طالعة من تحت الأرض، ريحة شبه العفن، بس محدش كان قادر يحددها. وفي يوم الشرطة خدت إذن رسمي بتفتيش بيته. دخلوا البيت، مفيش حاجة غير عادية في الأول، كل حاجة نظيفة ومنظمة. لكن أول ما نزلوا تحت القبو بدأوا يحسوا بنفس الريحة اللي الجيران كانوا بيتكلموا عنها، ريحة موت. الحفر بدأ، والسكوت ساعتها كان أبلغ من أي صوت. كل طلعة فأس كانت بتكشف سر جديد، ضحايا ورا بعض، أجساد مدفونة في الأرضية. عددهم كان أكبر بكتير من اللي حد ممكن يتخيله. الشرطة قبضت على جاسي فورا، ولما واجهوه في البداية أنكر، بس بعدها بدأ يحكي بنفسه. الغريب إنه كان بيحكي كل حاجة وهو بيضحك، ضحكة مهرج، بس المرة دي ما فيهاش فرحة. المحققين كانوا بيقولوا إنه صوته كان ثابت وهادئ، وإنه بيتكلم كأنه بيحكي قصة عادية جدا، لكن كل جملة كانت بتخلي اللي قدامه يحس بقشعريرة في جسمه. قال بالحرف الواحد: أنا ما كنتش بعمل حاجة غلط، كنت بحب أضحكهم، حتى لو آخر ضحكة كانت للأبد. الناس بعد كده بقت مرعوبة من أي مهرج. حفلات الأطفال بقت فاضية، والناس بدأت تربط الضحكة بالدموع والخوف، حتى إن بعض الأهالي كانوا يمنعوا أولادهم يقربوا من أي حد لابس لبس مهرج. وبعد ما اتحكم عليه، الصحافة بدأت تسأله سؤال واحد: ليه كنت دايما بتضحك؟
وجاوب بجملة محدش قدر ينساها: الضحك عمره ما كان دليل على السعادة، ساعات بيكون الدليل الوحيد على الجنون. من يومها الناس بقت تشوف المهرجين بطريقة مختلفة، الوش الأبيض والضحكة المرسومة كلها بقت رموز لرعب اسمه كيسي. وبعد ما تنفذ الحكم فيه، ناس كتير قالت إنهم سمعوا ضحكته بالليل جاية من بيت مهجور في نفس الشارع اللي كان ساكن فيه. ضحكة هادية تتكرر مرتين أو 3 وبعدين تختفي وسط السكون. في ناس بتقول إن الروح دي لسه موجودة، مش علشان تنتقم لكن علشان تضحك تاني. ضحكة مهرج بتظهر في المرايات، في الكوابيس، أو حتى في تسجيلات غامضة على الإنترنت. الناس اللي اشتغلت في البيت بعد كده قالوا إن هم بالليل بيصحوا على صوت خطوات خفيفة فوق الأرض وصوت شخص بيهمس وهو بيضحك. بوجو دايما بيضحك حتى بعد الموت. في ناس بتقول إن الضحك علاج لكل حاجة، بس أوقات الضحك بيكون السبب في كل الرعب اللي في الدنيا. لو عايز تعرف قصص أكتر عن ناس ضحكت بس العالم كله خاف من ضحكتهم، اشترك في القناة لأن اللي جاي مرعب بجد.